رجعنا مرة تانية وأجدع ناس، ومعانا واحدة جدعة الفنانة الجميلة رجاء الجداوي. أنت إيه رأيك في خالد؟ معجبة بيه جدا جدا. يعني أنا لو عندي ابن بيفكر بالأسلوب ده هبقى سعيدة قوي قوي. لأن بص يا أشرف، الفرصة بتعدي على ناس كتيرة قوي قوي. يعني هو لقط لما الشخصية السعودية قالت له عندك 1000 حتة 1000 حتة وهو عنده 10 حتت. ما يأس، لا ده فضلت الفكرة موجودة عنده، وكان حد غيره قال لك خلاص بقى أنا عم هجيب منين 1000 حتة. ابتدى فالولد واضح إنه طموح جدا، وطموحه مش واصل للأطماع. طموحه ماشي خطوة بخطوة، وده مهم قوي قوي. يعني مش من أول يوم عايز عربية ولا عايز تعلق، ماشي بشويش، وده هيوصل. انت عارفه زي واحد يجي يقول لك ايه، انا بفكر اعمل مشروع مثلا كذا، وبعدين لما يكبر يبقى كذا، وبعدين يبقى كذا. فيبتدي يفكر في كذا الكبير قوي ده قبل ما يعدي بكذا من كذا لكذا. ابدا، واما تنجح في دي فكر في اللي بعديها، وبعدين فكر في اللي بعديها. يعني دي نقطه مهمه قوي برضو لاي شاب بيبتدي مشروع. ركز فقط في الخطوه الاولانيه، لما تنجح فيها وتثبت نفسك فيها لنفسك حتى، فكر في الثانيه، وبعدين فكر في الثالثه، وهكذا. بعد كده ربنا طبعا يكرمك على الاساس ان هو التوفيق في الاول وفي الاخر من ربنا، لكن مطلوب منك انك انت تسعى في اول خطوه. انت كنت حكيت حكايه لذيذه قوي بتاعت حكايه البيتزا. يعني احنا طبعا اعتقد زمان، مش زمان قوي، يعني من 20 سنه مثلا ما كناش ما نعرفش ايه البيتزا دي. لا ما نعرفهاش، وبعدين عرفناها، وبعدين بقت جزء في حياه بقت ناس الوجبه كتير. الاساسيه لبعض الاطفال. يعني انا شخصيا ما باكلش اي اكل من الدليفري، يعني ما بحبوش. لكن في ناس كتير الشركات هتزعل مني، لكن انا طبعا هي وجبه اساسيه عند الاطفال، يعني مهمه قوي. بيتزا دي السيده بيتزا او سينيوريتا بيتزا، اسمها سينيوريتا بيتزا. بيتزا هي سيدة إيطالية من نابولي. كانت أرملة، وجوزها توفى وساب لها 6 أولاد. وكانت غير قادرة على إعالة الأولاد. فكانت بالليل بتطلع في الضلمة، تعدي على البيوت، بيسيبوا بقايا الأكل في أكياس نايلون وبيرموها في الزبالة في الصناديق. فكانت بتمشي تلم البقايا الاكل اللي محطوطه، الخضروات اللي محطوطه في صناديق الزباله، وترجع البيت تعمل عجينه وتحط الفضلات الاكل اللي هي جايباها وتاكل ولادها. يوم ورا يوم ابتدوا الناس الجيران يشموا ريحه الطبخه الحلوه اللي بتعملها سينيوريتا بيتزا. وابتدت بيتزا تعمل بقى الكواترو سيزوني اللي هي الفصول ال4، تعمل او تعمل اللي بالفيش يعني ابتدوا يطلبوا منها اكل هي بتعمل لهم بقى مخصوص. ابتدوا يطلبوا منها وابتدى يشتهر باسم بيتزا اللي هي الشخصيه نفسها. يا سلام. فادي مشروع جاب الصدفه في حياه انسانه، اللي بيقولوا ايه، المحتاج اخو المجنون. يعني المحتاج اخو المجنون. ما هو المحتاج ده لازم يوصل اللي هو عايزه. فخلقت من لا شيء شيء. فده مهم قوي قوي. يعني دي اجدع ناس بتاعت ايطاليا. ده اجدع ناس قوي. وبتوع نابولي وبتوع نابولي على فكره معروفين قوي انهم جدعان قوي قوي. يعني فيهم جدعنه الموانئ. انت عارف احنا عندنا البورسعيديه والاسكندرانيه والبتاع، النابوليتان دول برضو فيهم الحته دي. لو هم فيهم شبه مننا، مش شبه كشكل كل يعني الحوض البحر الابيض المتوسط احنا شبه بعض. في الميول والجدعنه، في الجدعنه وفي الفهلوه. الفهلوه ماشي، لكن الجدعنه لا مؤاخذه معلش، بس يا ريت نخفف الفهلوه شويه. ما الفهلوه بص حضرتك، احنا فهلوه يعني مش ناس عندهم فهلوه، لا فهلوه طلع لها ناس ما شاء الله ما شاء الله. والله الفهلوه دي موديانا في حته تانية كتير. يعني كل واحد فاهم ان هو بيفهم اكتر من اللي جنبه. امال ايه؟ ده حتى البلطجه. ايوه يا سلام. ما دي بقت مهنه ما شاء الله في الفتره الاخيره. يعني استاذ بلطجي اهلا وسهلا وبتاع، بس لا حتى لا لا أنا في قناه فضائيه استضافوا 3 اللي بيقال عليهم بلطجيه. انا كنت عارفه ان البلطجيه بتوع نجيب محفوظ اللي هو كان بقى اللي هو حامي الحمى طبعا، اللي هو كان حامي الحاره، اللي كان بيدفع له ساعات اتوات عشان يحمي الناس المنطقه دي. وما كانش لا بيضرب ولا بيعمل، لا كان بنبوته كده بس يقول ها
المواضيع كلها تستقر. فالمذيع المقدم البرنامج بيقول له البلطجه بقى ايه مواصفات البلطجي؟ قال له لا بيه، هي مش مواصفات، دي موهبه من عند ربنا. قال له لا دي موهبه فانت متخيل ان دي موهبه؟ طب ازاي؟ انا بتخيل ايه واحد لا البلطجيه شغالين وزي الفل ما شاء الله، روح هنا انتخابات بلطجيه، مش عارف ايه اضرابات بلطجيه، لدرجه ان يقول لك البلطجيه اللي من هنا طلعوا وراحوا على المكان الفلاني طلع لهم بلطجيه، يعني واحد جاب البلطجيه دول يضربوا البلطجيه دول. تخيل منهم بلطجي بقى وعنده الفهلاوه، هو متخيل نفسه بلطجي، مع اول خناقه ياخد قلم يعيط يكوع يكوع. وبعدين انا كنت متخيلهم فعلا ضخمين وبتاع، تلاقيهم ده زمان. يقول لك اهم حاجه يبقى قلبه جامد، ولازم بالفانيلا دي مواصفات البلطجي، الفانيلا الداخليه. والله مش عارفه اشرف انا لا يعني الفانيلا مقطعه. لا انا قصدي اقول ان حتى يعني الخبر اللي قريته في الجرايد اول امبارح ان راجل متخانق مع مراته دخل عليها مستشفى اللي ضرب رماها قنبله، رمى عليها قنبله. يعني متخانق مع مراته ومش عايزه ترجع له. طب يعني ذنب الناس العيانين التانيين ايه؟ وفي العنايه المركزه وراح مطلع القنبله وطاخ. يعني مش فاهمه، يعني دلوقتي احنا في البيت ما نفتحش بقنا لحسن ممكن تكون جايب لي يعني اي واحده تخاف. ايوه يعني ما تتخانقيش مع جوزك، نلبس الكمامه في البيت لحسن تعمل لي حاجه مثيره للدموع ولا حاجه. لا يعني عايزين نرجع تاني نشتغل. عارفه لو كل واحد اتشغل بشغله بجد وشوفنا النماذج الجميله دي بجد هنقوم البلد، واحنا هنقوم نفسنا ونقدر نصرف على نفسنا، لان في ناس دورهم بيتكلموا ماشي، وفي ناس دورهم متفرجين ماشي، لازم يبقى في ناس دورهم بيشتغلوا. لا انا مش عايزه متفرجين، والمتفرجين لو اشتغلوا هيفيدوا انفع يعني زودنا الناس اللي بيشتغلوا. فكره ان مفيش شغل، لا في شغل. يعني اما نشوف سينيوريتا بيتزا، والنبي بتقوليها ازاي بعد اذنك؟ معلش قوليها تاني. سينيوريتا بيتزا. الله طب وهي كانت فاهمه كده؟ اللي ماشيه بتقول ما لازم تتقال بطعامه عشان هي طعمه. طبعا البيتزا طعمه. وبعدين نوعتها بقت بالاسماك، وبقت بالخضروات المختلفه، وبقت بالبيبروني بالفلفل، وبقت يعني شوف ضافت هي بقى لشيء ملوش معنى، ضافت له معاني كثيره قوي قوي، وعملت حاجه بقت موجوده في العالم كله. بالظبط. طب احنا بنقول الناس الجدعان، وبنقول الست دي جدعه انها ما استسلمتش وقعدت تصرف على اولادها السته بعد ما جوزها مات، عادش تعيط وتتسول. انت انا دي اول مره بسمعها، بس هي تفيدنا كلنا، الحدوته نفسها تفيدنا كلنا. انت بالنسبه لك في حياتك ناس جدعان؟ يعني انا طول ما انا ماشي او طول حياتي بقابل ناس جدعان. اذا كان الجدع ده صنايعي بدأ من هو صغير وكان صبي، وبعد كده بقى قسطة تمام في الورشة، بعد كده عنده طموح انه يفتح ورشة لوحده، وبعد كده بقى طموحه انه هو بقى مصنع وعلم نفسه وبقى معاه كذا لغة. نعرف واحد كده عنده شركة كبيرة الثقافة جدا. الحياتية دي مهمة قوي طبعا قوي طبعا. انا عايزة اقول لك على نموذج قابلته من حوالي 3-4 اشهر وانا بشتري لحمة. انا بروح عند الجزار بتاعي، بقعد جنبه بيجيب لي شاي، وعلى بال ما يوضب لي اللحمه، بحبه قوي الراجل، بفضل قاعده اتكلم معاه وبتاع. ففي واحده ست واقفه بره المحل لابسه طرحه وبتقول له سي السيد، ولا استنى. فقلت له شوف هي عايزه ايه الاول. قال لي معلش. قلت له والنبي شوفها هي، طب انا قاعده معاك، شوفها هي عايزه ايه. انا شايفه في ايدها 50 قرش. فقلت له هي هتشتري ايه؟ قال لي بتشتري حبة التنظيف اللي احنا بنشيله، الشغط. وجوزها كان عنده مغلق خشب، واتحرق المغلق والراجل عي ومات وساب لها 4 ولاد. فقلت له يعني هي هتشتري دلوقتي التنظيف ده؟ قال لي بتاخده، بتاكل ولادها وست كويسه قوي ومش عارف. فقلت له طب ربنا يسعدك، لف لها 3 كيلو وشوف اللي انت طلعته التنظيف ده كله، فرمه وحط عليه واديهولها. انها ترضى يا اشرف. قالت لي كتر الف خيرك. قالت لي انا عمري ما شحت على اولادي،
اخاف اشحت مره اتعود. فالست دي عجبني قد ايه الكبرياء اللي عندها، عجبني قد ايه ان الست دي مش عايزه تتسول، عجبني قد ايه انها عايزه تكفي ولادها بالموجود. فانا بقول لك ان الست دي قلت لها من فضلك اعتبريني اختك ومش هقدر، انا مش هقدر اكل. خد، قالت لي ابدا. فشوف عفه النفس اللي هم تحسبهم اغنياء من تعفف، من كثره التعفف. فده نموذج في الحياه بشوفه. ناس انت تحس في الشعر ان فلان ده انا عايزه اديله حاجه، ما بيقولكش اديني، ايوه، ولكن تلاقي قلبك كله رايح عايز تدي لده. والاقي شاب فحل جاي يقول لي، اقول له لا روح اشتغل، والنبي روح اشتغل. او الاقي طفل جميل حلو ماشي عادي وبعدين يقول ايه اديني حاجه. يا ابني انت رايح مشوار باينك، بس اديني حاجه. اقول له ما تتعودش على كده يا حبيبي. الشغل مهم قوي لعفة نفسك، لكبريائك، لعزة نفسك، انك انت تبقى شيء محترم قدام نفسك. اشتغلوا. يعني عارفه نفس الفكره اللي انت بتقولي عليها. فكره ان واحد بيستسهل وبيمد ايده، وواحده زي دي ما استسهلتش، يعني حتى لو معاها 50 قرش، ده اللي بقوله. هي بيبقى عملت على الاقل شويه خضار فيهم ريحه اللحمه، ويمكن مره في الاسبوع، والله ممكن مره فعلا في الاسبوع على حسب ظروفها هي. وهي دي مصر مليانه كده، مليانه الناس الجدعان دول اللي هم ما يعتمدوش على حد، اللي هم من نفسهم. حصل ظرف بتاع جوزها والراس ماله كله راح اتحرق، وبقت هي مسؤوله عن ولادها بامكانياتها البسيطه. دي الجدعنه، تمشي الحياه، دي الجدعنه، هي دي الناس الجدعان. ده المهم. وبتطلع ولاد عندهم كبرياء. يعني يمكن كتير كنا الواحد نعرف ان ايه اللي بيمد ايده ده، طب ما ممكن تشتغل، يلاقي ان هو اللي هياخده في شغلانه بيشحت اقل بكتير من اللي هو من السهل. هو استسهل. بالعكس، احنا عندنا الدايره الاولانيه دول اللي هم الاقارب، والاقربون اولى بالمعروف، وبعدين اللي هم الاصدقاء ولا الجيران، ولا هم بعدين الجمعيات الخيريه اللي احنا واثقين فيها. دول دوائر. لو انا ربنا مقدرني اقدر اعمل ده، لازم اهتم باللي حواليا. ده مهم قوي قوي. لكن المهم ان الواحد يبقى فعلا. لكن احنا بنتكلم عن شباب، شباب عافي بقوته، لسه بيبدا حياته. مهم قوي قوي يعتمد على نفسه. مهم قوي النهارده قبل ما اقول انا عايز من البلد تديني، لا انا حدي البلد ايه. ده مهم قوي. وبالتالي هاخد. يعني عارفه زي فكره مثلا ايه، ناس يقول الممثلين دول بيشتغلوا وبيكسبوا وبيعملوا مش عارف ايه. يمكن كانت تجارب كلنا مرينا بيها طبعا. ان الواحد لو عايز ينجح ونجاحه ده يترجم الفلوس، لازم يفكر ازاي ينجح مش ازاي يكسب فلوس. بالظبط. يوم ما ينجح ده بيترجم ساعتها. اقعد واقول بقى انا عايزه فلوس. لكن انا بالظبط. يعني ساعات لما كانوا يقولوا لي مثلا ايه، اطلبي رفع اجر في التلفزيون، اقول مستنيه اعمل عمل يستاهل ان اطلع اقول انا عملت كذا فاستحق ان انا اعلى كذا. ده لو الانسان صادق مع نفسه. اما الانسان اللي مش شايف نفسه وشايف غيره، دايما متصور ان هو عايز يعلى ويعلى ويعلى، مش على مقدرته، ولكن زي اللي جنبي، على خياله هو بس. بالظبط يعني. بالظبط. رجاء الجداوي الفنانه الجميله، انت نورتينا. انا سعيده بالبرنامج الغريب ده، برنامج حلو قوي. لا برنامج حلو قوي. انا اشرف عبد الباقي تصورت ان احنا هنقعد نهزر ونضحك، لكن ان احنا نقول كلام له وزن، كلام له وزن، كلام مهم قوي قوي يتقال في اليومين دول بالذات. كلام مهم قوي ان الشباب الجميل اللي قاعد ده لو انتفع بيه يبقى حاجه حلوه قوي قوي. سعيده جدا باني كنت معاك. ده انت نورتينا، والشباب دول كلهم بيحيوكي طبعا. بنشكرك وبنشكر الشباب الموجود الجميل اللي المفروض يستفيد، مش قاعد بس كده اهو خلاص. بنشكرك على كلامك الجميل ده، وبنشكر كل المشاهدين في البيوت، ونتقابل معاكم الاسبوع الجاي ان شاء الله وحلقه جديده من اجدع ناس.